بصوا بقى الجمال والحلاوة دي. بصوا بقى الجبنة وجمالها وحلاوتها. مورق وجميل. افتحي بقك يلا. حطش لايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن صحة وفي احسن حال. يوم جديد وفيديو جديد. عامل ان شاء الله النهاردة حاجة حلوة كده سريعة مع كوباية الشاي، لذيذة جدا. شايفين؟ حلوة قوي. يلا مع بعض نشوف الوصفة الحلوة دي هنعملها ازاي. وما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ويلا مع بعض على المقادير. معايا رقائق الباف باستري او عجينة الباف باستري، ومعايا كمان جبنة مربعات، ومعايا بيضة وفانيليا، وهناخد كمان معلقتين من الحليب. بس كده. يلا مع بعض نشوف الطريقة. اول حاجة هعملها هجيب الشريحة زي ما انتم شايفين كده العجينة، ونجيب قطعة من الجبنة، وبعدين ايه نقطعها بالشكل ده، وبعدين نلف ونعمل ايه بالشكل ده كده اهو، اصابع كده. سهلة جدا. الجبنة اهي، نعمل واحدة كمان بالشكل ده. هكمل وارجع له. وده شكلها بعد الحشو. هنجيب دلوقتي صينية عليها ايه ورقة زبدة بالشكل ده. بص بالشكل ده. وبعد كده هنجيب البيضة عليها معلقتين الحليب ورشة الفانيليا، ونخفقهم كده ايه مع بعض، او قهوة سريعة الذوبان. بعد ما رصيتهم بالشكل ده هعمل ايه دلوقتي؟ هجيب السكينة نقطعهم ايه اتنين بالشكل ده من النص كده ونقطع. بس كده. وبعد كده ندهن وشها ايه بالبيضة. عشان تدينا وش لامع كده جميل.
لون ذهبي حلو. خلاص كده ندخلها الفرن. نشغل ايه الفرن من تحت بس ربع ساعة، ولما تستوي نديها ايه 5 دقايق من فوق، وخلاص كده. طبعا الفرن يكون شغال من قبل ايه ما نشتغل، بس كده. وده شكلها بعد ما طلعت من الفرن في منتهى الجمال. هنجيب بقى دلوقتي عسل نحل ونرش ايه عليها. الله الله على الجمال. حاجة حلوة لذيذة مبتاخدش اي وقت خالص. شايفين يا سيدي؟ ولو في شوية فستق نحطش كده، او سوداني. ندلعها بقى. لو مش متوفر شوية العسل زي الفل. لذيذة وهشة حلوة قوي. ودي كانت وصفتنا النهارده، اتمنى يا رب تعجبكم وتنفذوها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.